رب أسرة يقدم على جريمة شنعاء اتجاه ابنته التي وجدتها أمها غارقة في بركة من الدماء. تعرفوا على التفاصيل. جريمة بشعة تلك التي شهدتها مدينة حسين داي بالجزائر العاصمة بعد أن أقدم أب على قتل ابنته ذات 20 ربيعا وهي نائمة في الغرفة لوحدها، مستغلا غياب زوجته وابنه الصغير. التحريات الأولية للمصالح الأمنية كشفت أن البنت تعرضت ل4 طعنات بواسطة سلاح أبيض على مستوى الظهرية وطعنة على مستوى الصدر في جهة القلبية من قبل والدها البالغ من العمر 50 سنة، ليتوجه بعدها إلى مصلحة الأمن الحضري للتبليغ عن فعلته وتسليم نفسه. محكمة الجنايات سلطت عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.